السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين قناة أخبار السودان. لو أنت أول مرة تشاهد القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد بإذن الله تعالى. مشروعات صحية جديدة بالخرطوم لتوسعة مواعين الخدمة الطبية. الخرطوم 7/1/2024 تعمل ولاية الخرطوم في خطوات متسارعة لتوسعة المواعين الصحية بزيادة السعة السريرية من خلال افتتاح عدد من المرافق الصحية الجديدة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية القائمة ووقف ووقف ولي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على الأعمال النهائية بالمستشفى الوالدين بالثورة الحارة 21، وقال إن الصحة تأتي في مقدمة أولويات الولاية في ظل الحرب كواحدة من الطوارئ المهمة التي تتطلب السرعة والتحرك العاجل لتلبية حوجة المواطنين لخدمات الصحة خاصة في المناطق الآمنة، سيما وإن محلية كرري أصبحت من المناطق المؤهلة بالسكان، مما يتطلب توسعة مواعين تقديم الخدمة. وطالب لجنة عطاءات المشروعات الجديدة ضرورة حث المقاولين الالتزام الصارم بالمواعيد وتنفيذ المباني حسب المواصفات المتفق عليها، مشددا على دور المشرفين من وزارة الصحة والاستشاريين بالتقييد التام بجودة الأعمال المنجزة. الجدير بالذكر أن المشروعات الجديدة تشمل مستشفى الوالدين بالثورة الحارة 21 وتأهيل مستشفيات النو عبودة والبرك وافتتاح مركز صحي مدينة الصحفيين بالحارة 100 وتشغيله خلال هذا الأسبوع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت أول مرة تشاهد القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد بإذن الله تعالى. شكرا.